السلام عليكم، مرحبا بكم في جليسة بودكاست. اليوم غادي نهضروا غادي نجاوبوا على التساؤل المكتوب لتحت في العنوان اللي هو علاش ما خصناش نبقاو نسولوا بزاف. الا كنتي مهتم انك تعرف الاجابه على هذا السؤال كمل معنا لا فيديو حتى الاخر وبقى في الاستماع، وما تنساش دير لايك ودير شير لا فيديو مع اصحابك مع لا فامي ديالك، وما تنساش عاوتاني تخلي لنا واحد الكومنتير زوين بحالك. يلا نبداو البودكاست ديالنا. من ديما فيما كنحس براسي بديت كنسول او بديت كنطرح على راسي دوك التساؤلات اللاوجديه، تنتفكر القصه ديال واحد السيد شحال هادي كان ديما كيدور على الناس ديال القبيله ديالو كيسولهم واحد السؤال: علاش التمره اللي صغيره كتخلق في النخله اللي عاليه وكبيره، وعلاش التلاحه اللي كبيره وثقيله كتخلق من واحد النبته اللي صغيره وفي الارض؟ حتى شي واحد ما كان كيعطيه الجواب على هذا السؤال، او بالاحرى حتى شي واحد ما كان كيعطيه شي جواب مقنع بالنسبه ليه. حتى لواحد النهار كان خدام في الجنان ديالو عيا وقال اجي ناخذ واحد القيلوله نرتاح من بعد نرجع نكمل الخدمه ديالي. مشى تحت واحد النخله وهو ينعس. ديك الوقيته اللي هو ناعس طاحت عليه واحد التمره من فوق ديك النخله، هو يفيق قافز ما فاهمش اشنو وقع. بدا كيقلب في جنابو باش يفهم ويستوعب شنو وقع، وهي تبان ليه ديك التمره هزها شاف فيها هو يقول: حمدتك يا ربي وشكرتك اللي التمره ماشي دلاحه. ما تخليش راسك طيح في الفخ ديال هذوك التساؤلات. ما كاينش شي حاجه كتوقع لينا هباء منثور، اي حاجه عندها سبب ووراها حكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى هو فقط. ما تدخلش راسك في ديك الدوامه ديال دوك التساؤلات علاش وكيفاش وامتى وعلاش انا وعلاش فلان. ما تسمحش لنفسك تجرك لانك تقارن راسك مع شي واحد ايا كان. كون ديما انت، كوني ديما انتي. ما عمركم تحطوا راسكم في المقارنه بينكم وبين شي شخص اخر، لان الله سبحانه وتعالى خلق وفرق. كل واحد في الدنيا كيدي غير داك الشيء اللي مكتوب ليه. كل واحد في الدنيا كيدي غير اللي في رزقه. فلان مكتب عليه انه يخدم في 25 عام او 26 عام او 20 عام، فلان مكتب ليه انها تزوج في 28 او 30 او حتى 40، فلان مكتب ليه انها دير الدار والطوموبيل وتخدم فريلانس وتخدم مهندسه وتخدم كذا. كل واحد سبحانه وتعالى خلقه وخلق معه رزقه. حنا علينا فقط السعي وبذل المجهود. حنا كنديروا اللي علينا وربي سبحانه وتعالى كيكمل لينا في الحاجه اللي فيها الخير لينا. باش تعيش مرتاح في هذه الحياه خاص يكون عندك واحد الايمان داخلي واليقين بالله سبحانه وتعالى، اليقين الكلي. خاصك تكون عارف ان الله سبحانه وتعالى خلقك وخلق معاك رزقك، خلقك وخلق معاك شنو غادي تدي وشنو ما غاديش تدي، خلقك وخلق معاك شنو غادي تعيش بالصح. ولكن الله سبحانه وتعالى بالدارجه العاميه ديالنا تيقول لينا: سبب عبدي انا نعينك. في اي حاجه كديرها في حياتك انت كدير السبب، انت اللي خاصك دير المجهود. ماشي خاصك تبقى تسول علاش وكيفاش، لا، خاصك دير، خاصك تحرك باش ربي سبحانه وتعالى كيكمل ليك في الحاجه اللي فيها الخير ليك. اللي ما فيهاش الخير ليك كيدفعها عليك وكيحيدها ليك. وفاش ما تجيكش ديك الحاجه اللي انت باغيها ولا خدمتي عليها فعرف بلا راه ما فيهاش الخير. ما تبقاش تسول علاش ما درتهاش، ما درتيهاش دوز تخطاها، دوز لواحد الحاجه جديده. خلي فيك واحد الانرجي بوزيتيف، خلي فيك واحد الحاجه الداخل زوينه اللي تتحركك وما كتخليكش تيأس، لان الله سبحانه وتعالى كيبغي العبد او اللي كيبغي الانسان اللي ما كيأسش. كل ما كنتي مصر وكل ما كنتي مكابر فاعلم ان الله سبحانه وتعالى في الاخر في اخر المطاف غادي يعاونك توصل لداكشي اللي بغيتي. الشخص الوحيد اللي خاصك تقارن راسك معاه وهو نفسك ديال البارح وبلا انت ديال البارح. كن ديما كتخدم على راسك باش تكون حسن من هذاك الشخص اللي كنتي عليه البارح. كن ديما في منافسه مع نفسك، كن في منافسه قويه باش تحدى نفسك في اي حاجه انت باغي توصل لها. اي حاجه غادي تقربك من الله، اي حاجه غادي تخليك انسان مجتهد وغادي تخليك انسان اللي ناجح في الحياه، انسان او شخص اللي غادي يكونوا فخورين به والديه، وشخص اللي غادي يكون فخور بنفسه هو الاول.
اخيب حاجه غادي تكون كتأذي بها نفسك، وهي انك تكون كتقارن راسك مع شي واحد، ودير ديما في بالك باللي انت ما احسن من حتى شي واحد، وحتى شي واحد ما احسن منك. حنا كاملين فوق هاد الارض سواسيه، كاملين بحال بحال، كاملين كنسعاو وكنديروا مجهود، كاملين كنغلطوا وكنفشلوا، كاملين كنحاولوا اننا نحسنوا من نفوسنا، وكنحاولوا اننا نتخلاو على بزاف ديال الامور حنا باغينها في هذه الحياه وهي فيها ضرر وفيها شر لينا، بالرغم اننا بعض الاحيان كنمشيو ليها وكنتجروا ليها، ولكن ديما كنحاولوا اننا نربيو نفسنا ونخليوها ترجع للاصل، نخليوها ترجع للفطره اللي الله سبحانه وتعالى خلقنا عليها. داكشي علاش خاصك تكون ديما في منافسه وفي حرب مع نفسك انت، خاصك تديها في راسك وتدخل سوق راسك، خاصك تتعلم انك تخدم على راسك، خاصك تتعلم انك تكون شخص اللي مزيان مع نفسه، شخص اللي كيبغي راسه. خاصك تجلس مع راسك وتفكر وتسول راسك هاد الاسئله بالضبط ديال علاش انا ما كنتحركش. الا كنتي انسان فاشل كما كتشوف راسك، شنو الحاجه اللي كتخليني نكون فاشل؟ شنو الحاجه اللي خاصني نزيد في الكارير ديالي؟ شنو الحاجه اللي غتخليني نبغي نفسي؟ شنو الحاجه اللي غتخليني نكون مزيان مع الله سبحانه وتعالى؟ والحاجه اللي غتخليني نكون مزيان مع والديا وخوتي وعائلتي وصحابي والناس اللي عزيزين عليا. خاصني نسول راسي واش هاد الناس اللي دارين بيا حاليا واش كينفعوني، واش كيضيفوا ليا شي اضافه زوينه، ولا غير كيخرجوا عليا وكيجروني لشي حوايج اللي ما عندهم حتى شي منفعه ليا. واخا تكون كتبغيهم واخا يكونوا عزازين عليك، خاصك تسول راسك هاد السؤال. الا لقيتي الاجابه لا ما كينفعوني في والو، ما كيجروني حتى شي حاجه زوينه، راه باين شنو خاصك دير. الحياه ما سهلاش، حتى شي حاجه في الدنيا راه ما سهله، حتى شي حاجه ما كتجي من السما. زمن المعجزات سهله شحال هادي، الا ما نطيش وكفتي وخدمتي على راسك وقريتي على راسك راه ما عمرك ما غادي توصل داكشي اللي انت باغي، اولا داكشي اللي كتشوف ناس اخرين وصلوا ليه وكتقارن راسك معاهم، حيت هادوك ناضوا وفهموا الدنيا وفهموا الوقت وتحركوا، وانت مازال غير كتفكر وكتسائل علاش وكيفاش وامتى. فيق اشافق. بصح حنا كنعيشوا في واحد المجتمع اللي كيضغط علينا بالهضره ديالو، اولا الناس اللي دايرين بينا كيضغطوا علينا وكيأذيونا بزاف، لانهم حتى هما ترباو على بعض الافكار اللي خلاتهم يوليو على هذا الشخص اللي هما عليه دابا. داكشي علاش خاصك تكون اكتسبتي وربيتي نفسك على انك ما تسوقش الهضره ديال عباد الله. خاصك تكون انفرادي، شخص كيفكر غير في راسو بطريقه ايجابيه، حيتاش الا جيتي تديها في الهضره ديال الناس وفي شنو داروا الناس ما غاديش تقاضى، وما عمرك ما غادي تتحرك وغادي تبقى في بلاصتك. فكر بهذا المنطق ان الماضي فات والمستقبل الله سبحانه وتعالى هو اللي عارف شنو فيه، والحاضر هو اللي حنا فيه دابا، وهو اللي خاصك تعيشه كما هو. اي حاجه دزتي منها سوا خايبه ولا زوينه فكتبقى تجربه ودرس. الحياه هكا دايره، ما حدك مازال عايش وكتنفس فوق هاد الارض، فعرف بلا راه مازال غادي تدوز من تجارب ومواقف اللي تاهما غيفرقوا في حياتك، واللي غادي يخليوك تكتشف بزاف ديال الحوايج في شخصيتك وفي راسك اللي انت ما كنتيش كتعرفهم على راسك. حيت قد ما قلتي بلا انا كنعرف راسي وانا داير هكا وانا هكا، كون اكيد بلا من هنا لقدام غادي تتصادف مع بعض الامور وبعض المواقف اللي غيخليوك تكتشف حوايج اخرين في راسك اللي انت ما كنتيش عارفهم. خلاصه ليسا بودكاست اليوم وهي انك خاصك تعيش لراسك وتحمد الله وتشكر على النعم اللي محوطاك من كل الاتجاهات، وبرغم الصعاب وبرغم المواقف الفاشله والغير الناجحه في حياتك، فكون اكيد ان واحد النهار غادي يبان لك الضوء اللي كنتي ديما كتسنى انك تشوفه، لان الله سبحانه وتعالى ما خلقكش غير هكاك. الله سبحانه وتعالى خلقك وخلق معك رزقك كما قلنا. وهنا غنكون وصلنا للنهايه ديال البودكاست. كنقول لكم شكرا بزاف حيت استمعتوا ليا حتى لهنا، وشكرا لكم بزاف على لي كومونتير الزوينه ديالكم. وإلا كنتي مازال ما درتيش لايك ديريه اولا ديرو، وكنتي مازال ما خليتي كومونتير زوين حتى هو
ديروا حيت كيعجبني الحال فاش كنلقى شي كومونتير زوين ديالكم. الله يهدينا جميعا والله يوفقنا جميعا، واللي بغى شي حاجه الله يعطيها ليه، والله يحمينا والله يلطف بينا والله يخلي لينا ما عز علينا. تهلاو.